كل حاجة دقتها كان طعمها حلو جدا ومختلف طبعا. اللي انا بجيبه من هنا حاجة يعني بيرفكت، مش هقدر اوصفها. ده دبس التمر، واللي جنب منه دبس تمر عليه طحينة، والاخير ده عسل نحل، طبعا عسل نحل صافي يعني اللي هو درجة اولى يعني. تمام. فهو دلوقتي بيعرفكم على المنتجات واساميها، وبيبتدي ان انتوا تدوقوا الحاجة دي عشان تقدروا تقرروا هتشتروا ايه من جوه، تبقوا عارفين الكواليتي والطعم عامل ازاي. تمام. معذرة في التصوير لان المعصرة كانت زحمة جدا، وانا كنت بحاول اصور وجوزي عمال يقول لي يلا خلينا نمشي. تمام. فمعذرة لو في اي حاجة في التصوير جوه سامحوني عليها، بس حاولت اقرب المعلومة على قد ان انا ما اقدر يعني. تمام. بدأت بقى ان انا امشي اخد الجولة بتاعتي. طبعا هنا كان موجود قدامي ده شاي للي عايز، وهنا دي دقة زعتر، وهنا ده زي مش عارفة بصراحة ده كان ايه. هنا ده قسم الصابون. الصابون ده من طبيعي من مواد خام، يعني صابون بجوز الهند، صابون بعسل النحل، صابون بورق الغار، صابون بزيت الزيتون، صابون بالفحم. طبعا قائمة الأسعار موجودة اهي، ممكن تثبتوا وتشوفوا. هي سعرها كله عامل من 60 ل70 جنيه، ويتراوح من 60 ل70 جنيه. ده كل الصابون اهو الموجود، وده صابون الفحم. دي كل المنتجات الموجودة. تمام. معلش ان انا بصور في عجالة. رحنا بقى عشان نجيب اللي هو الترول اللي هنحط عليه بقى الحاجات اللي احنا هنشتريها. طبعا ده القسم اللي فيه الزيوت، الزيوت بجميع انواعها وجميع احجامها، يعني اللتر والنص والربع والطمن، وكل حاجة موجودة وموجود اسعارها اهو. بتقدروا تبصوا، وادي السعر موجود اهو في المكان، بتبصوا عليه وتختاروا النوع اللي انتوا عايزينه وتبتدوا ان انتوا تاخدوه. تمام. اديني اهو بصور. ده قسم بتاع زيت الزيتون، وهنا في عروض اللي هو لو هتاخدوا اكتر من واحدة، لو هتاخدوا مثلا 2 بيبقى مثلا عليها تخفيض شوية، يعني بيبقى 1100 بدل 1000 مثلا 235. تمام. بيبقى في تخفيض كده في حالة لو انا هاخد 2 او 3 او 4 او 5. تمام. ودي المنتجات ورا اهي متعبية عشان خاطر تطلع بره اوردرات. وده كان بلح بالتمر عليه سمسم. تمام. كان طعمه حلو جدا. الكيلو منه كان عامل 55 جنيه. وهناك دول تلاجات فيهم تمر محشي لوز، فستق، بندق، كاجو. كل ده متواجد وكل ده ليه سعره. تمام. طبعا انا بصور في عجله لان جوزي كان عمال يقول لي يلا يلا يلا، فانا كنت بصور وانا اللي هو بجري يعني. تمام. بس انتوا تقدروا تروحوا تاخدوا راحتكم، مفيش مشكله. ده المكان اهو. دي كل حاجه التمر اللي هو بجميع حشواته باعلى جوده، باعلى جوده واعلى طعم ما دقتوش في حته. ده البلح العراقي، ده البلح التمر الموجود اهي. دي اوردرات طالعه. تمام. وعلى فكره معصره فيرجينيا بتوصل دليفري لاي مكان في جمهوريه مصر العربيه. بتتواصلوا معاهم على الارقام